السيد صلى العشاء، ملي سالا العشاء ديالو مشى فحالو، تم كيسمع واحد السيد كيعيط له. ملي دار موراه كيلقى الفقيه ديال الدوار هو اللي كيعيط له. ملي تسنى حتى وصل لعندو قال له السي الحسن بغيت نعاود لك شي حاجه اللي هي كنخاف انني نعاودها لك وغادي تقلق ولا تدور فيا. قال له السي الحسن لا علاش، يعني ممكن تقول لي شنو باغي تقول لي، علاش غادي ندور فيك. قال له الصراحه السي الحسن هادشي هذا اللي باغي نقول لك حيت انك عزيز عليا ومن الناس ديال الدوار اللي كنعرفهم، فعليها بغيت نعاود لك هادشي هذا. قال له شنو هادشي هذا؟ قال له بلي ان عندك واحد الهميزه في الدار اللي الصراحه شي حاجه واعره. قال له شنو هي هاد الهميزه هذه؟ قال له عندك واحد الكنز اللي هو كبير في الدار، وهذا الكنز الا جبتيه غادي ترجع ماشي لاباس عليك وصاف. قال له ديك السي الحسن واش عرفتي السي الفقيه هادشي اللي عندي في الدار وفين شفتي الدار ديالي الى اخره. قال له والله يا ودي السي الحسن حنا انا راه الفقيه وهادشي هذا راه عادي وراه ماشي اول مره وهادشي راه حنا كنعرفوه وماشي اول مره انني جبت شي كنز. قال له ولكن اسمح لي على هادشي اللي قلت لك، زعما راك غير حيت انك عزيز عليا فانا قلت لك هادشي هذا فبحال ما قلت لك والو اسمح لي. قال له لا سي الفقيه دابا الا بغيت نجبد هاد الكنز هذا شنو غادي ندير؟ قال له الا بغيتي تجبدو غادي نجبدو لك ولكن غادي نقسمو بالنص. السي الحسن صافي عجبو الحال قبل دار معاه الوقيته، قال له غدا غنجي عندك في العشيه ان شاء الله باش نوريك فين كاين الكنز بالضبط وان شاء الله غادي نتوكلوا على الله. غدا جا عنده في العشيه السي الحسن مشى كيتسنى في الدار ديالو حتى كيدوق عليه الفقيه. جا دخل السي الفقيه هو غادي بلانا بحال كيقرا شي حاجه تما، مهم صافي قال له ها فين كاين تبتو. مهم قال له شوف، قال له هادشي هذا راه صعيب باش نجبدو بوحدين، دابا غادي نجيب شي الفقهاء معايا اللي غادي يقراو معايا حيت هادشي هذا راه صعيب، وان شاء الله يا ربي غدا مورا العشاء غادي نجيو ان شاء الله باش نفرقوا راه معنا. فهنا فين غادي توقع الكارثه العظمى، لان السي الفقيه تبت السي الحسن، وطبيعه الحال هنا فين غادي تبدا الخدمه وهنا فين غادي تكون الكارثه كبيره. فإلا كان قلبك هشيش وبلا ما تفرج في هذا الفيديو هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. قبل ما غادي نبدا هذه القصه هذه نكملها، اول حاجه ما تنساش دير شي حاجه شي تكربيشه تما، جيم بارطاج كومونتير. الا كنتي اول مره كتشوف الفيديو ديالنا ما تنساش انك تخلي واحد الاشتراك باش يوصلك كل اشعار كشكل نوتيفيكاسيون. خليونا نبدا نكملوا القصه. كما قلت الا كان قلبك هشيش بلا ما تكمل هذه القصه هذه حيت خطيره. كما قلت السي الحسن بقى كيتسنى الغد ليه في العشيه، صلاو العشاء. اول حاجه السي الفقيه بدا كيهضر مع السي الحسن، قال له شي حاجه، قال له بلي سبقني للدار وجد الامور ديالك، انا غادي نلحق عليك ان شاء الله يا ربي دابا شويه. السي الحسن جا للدار جمع المراه ديالو. اول حاجه السي الحسن بعدا كانوا عنده دراري كبروا تزوجوا، يعني مشاو بحالاتهم كل واحد بالدار ديالو، وكانت عنده واحد البنيته حتى هي تزوجات. بقى عنده غير ولد واحد هو اللي بقى باقي كيقرا صغير. ثاني حاجه عنده واحد السراح اللي كيسرح له الغنيمات ديالو والكسيبه ديالو. السي الحسن من الناس اللي مطرف في واحد البلاصه بوحدو في الدوار. السي الحسن عنده الكسيبه، عنده البهايم، يعني من ديك الناس اللي مدورين الحركه في ديك الدوار شي شويه. فهاديك الولد كيسرح عند السي الحسن، ملي كيوصل الغنيمات الكسيبه كيعطي له واحد الدار كينعس فيها، يعني واحد البيت واحد المحل كينعس فيه. ملي كيوصل الكسيبه ديالو كيمشي ينعس في ديك البلاصه حتى ديك النهار ما نعسش ديك الولد اللي كيسرح لعنده تما. مشى صيفطو شي بلاصه باش طبيعه الحال يقضي الامور ديالو. فهنا ملي وصلت الوقيته الفقيه جا كيدوق على السي الحسن. السي الحسن فرح عجبو الحال، كيفتح الباب كيلقى الفقيه هو وجوج الناس اخرين. طبيعه الحال ملي لقى جوج الناس اخرين يعني قال ماشي مشكل، فتح لهم الباب دخلوا مرحبا توكلوا على الله. سي الفقيه قال صافي دخل مرا ووليد البيت حيت انت عارف هادشي راه صعيب فيه ديك الشيء صعيب راه كنقراو وكذا. المهم دخلوا لحدا البهايم تما لواحد البلاصه، بداو كيحفروا كيقراو، طلقوا البخور ديالهم تما، بداو كيحفروا كل ساعه كيطلع عليهم السي الحسن كيقول له لا صافي غير سير حتى نعيطوا لك ملي غادي نجبدوا الهميزه وغتجي تفرح معنا غادي نعيطوا لك، مشي دخل المراه ديالك ووليد ديالك وحتى نعيطوا لك. السي الحسن سمع لهم طبيعه الحال ما عكسش الامور، مشى دخل جلس مع المراه ديالو ووليد ديالو، بقى كيتسنى بداو كيحفروا شي ساعه ونص وهما كيحفروا في ديك الحفره. ملي زادوا شويه وهما كيعيطوا السي الحسن، هنا فين جات المعجزه اللي غادي توقع واللي هي خطيره بزاف. عيطوا السي الحسن قالوا له اجي السي الحسن. السي الحسن فرح عجبو الحال، قال صافي اذا غادي نجي غادي نلقى الهميزه اللي غادي تبدل لي حياتي 100,000 درجه. جا السي الحسن تبتوه مزيان، غفلوه
هما يصفيوها له، هما يخشوه في ديك الحفره. عيطوا له ولد ديالو قالوا له اجي انت. جا حتى هو كذلك تبعوه لبا سي الحسن. بقات يا خوتي المراه مسكينه اللي حتى هي طبيعه الحال غادي يتبعوها لهاد 3 الاشخاص حتى هي غادي يصفيوها له، غيخشيوهم في ديك الحفره كاملين. طبيعه الحال نتوما عارفين هاد الحفره حفروها باش انهم يدفنوهم في ديك الحفره ويغطيوهم ويغطيو الاثار ديالهم. هنا فين غتوقع المعجزه، ان عندهم شخص ثالث اللي غادي يجيب الكاميو حتى لحظه الدار. هنا فين غادي يسرجيو البهايم، يسرجيو ديك الغنم كامل وديك الكسيبه كامله، سرجاو كلشي ما خلاو حتى شي حاجه، حتى شي كلاب يا خوتي، لان بقاو كينبحوا حتى هما ما تهناو حتى صفاوها لهاد الكلاب هادو، داوهم معاهم في ديك الكاميو باش يسيبوهم في شي قنت. فملي وصل الصباح، صباح الحال مسكين ديك الولد جا بدا كيدوق حتى عيا، ما لقى حتى شي حاجه، عيا ما يدوق والو. والصدمه الكبيره هو ان غادي يطلع على الكسيبه والبهايم، فدخل لقى حتى شي حاجه ما كايناش. فهنا فين غادي يغوت للجيران وغادي يغوت لصحاب الدوار، جاو عياو ما يعيطوا طاق والو، ما لقاو حتى شي اثر. هنا فين غادي يعيطوا للجندار، جاو الجندار بقاو كيديروا التبحيثات ديالهم. اول واحد غيبحثوا معاه هو ديك الولد اللي طبيعه الحال كيسرح عندهم. قالوا له اجي انت كتسرح عندهم وفين كنتي البارح؟ قال له ما ودي راه البارح جيت وصلت الكسيبه ديالي والسي الحسن قال لي غادي تمشي لواحد واحد الارض زرع فيه الذره في شي مهم شي جبل تما، قال له باللي كياكلوه الطيور، فقال له مشي عسس تما حتى الصباح واجي، يعني طبيعه الحال باش يعسس على الطيور باش ما ياكلولوش الذره. وفعلا الناس الدوار شهدوا له، قالوا له باللي فعلا انا عندنا الاراضي تما زارعين فيهم الذره وكياكلوا لنا الطيور. وفعلا شي الناس شهدوا باللي شافوا ديك الولد البارح كامل هو كيغوت تما في ديك الارض باش الطيور ما ياكلوش ديك الذره. هنا الجندارم حرفت لهم وتصدموا وما لقاو حتى شي اثار، تسدوا عليهم البيبان كامل، بداو كيبحثوا في الناس ديال الدوار عياو ما يبحثوا. والصدمه الكبيره انهم دخلوا يبحثوا في الدار مزيان، بداو كيبحثوا دخلوا لديك الكواره ديال البهايم بداو كيبحثوا، وتما بانت لهم الحفره فين حفروا، تما بانت لهم الحفره فين ان دفنوا ديك الناس 3 بهم. بداو كيحفروا والصدمه الكبيره هو ان يجبدوا هاد الناس اللي مدفونين ب3 بهم. فهنا فين ان بانت الفضيحه وبانت الكارثه. فهنا باقي لهم غير البحث باش انهم يلقاو هاد المجرمين، واخا الصراحه ما خلاو حتى شي اثر. الاثر الوحيد هو ان لقاو الرويد ديال الشاحنه الكبيره، الكاميون اللي صارجات داكشي كامل، باللي عارفين باللي هادشي مخطط ومدروس وعارفين كلشي. والصدمه الكبيره هو انهم قالوا كيفاش ان هاد الناس اللي سرقوا عارفين السراح باللي ما بقاش عندهم، مشى حتى لديك الليله اللي ما كاينش في الدار عاد انهم جاو. فهنا عارفين باللي شي واحد عارف يعني قاري ديك الناس هادوك. فبداو كيبحثوا هنا في الناس ديال الدوار ويشخصوا الحالات ويشوفوا مزيان. واللي مزيان ان واحد المرضي الوالدين هو نطق بواحد الكلمه اللي غادي تعاونهم باش انهم يجبدوا هاد المجرمين. هو واحد السيد قال له انا شفت الفقيه البارح مع السي الحسن واحد جوج الناس اخرين. وهنا اللي ساعدهم مزيان مشاو الجندارم كيجريو للفقيه، جابوا الفقيه قالوا له اجا السي الفقيه البارح انت اخر واحد هو اللي كنتي كتهضر مع السي الحسن، شنو قال لك وشنو قلتي له كذا وهذا. هنا فين نطق الفقيه قال لهم باللي وطبيعه الحال انا راه الفقيه ديال الدوار راه كنهضر مع اي واحد ماشي غير السي الحسن، راه السي الحسن هضرت معاه على شي امور ديال الدوار وسولني على شي الامور ديال الصلاه الى اخره. فانا رانا الفقيه ديال الدوار ضروري ما يهضروا معايا وطبيعه الحال واللي مزيان ان الفقيه قالوا له اجي وجيك جوج الناس اخرين شكون هما؟ قال له اش من جوج الناس؟ جابوا له ديك الشاهد اخر قال له ما راه شفتك انت البارح مع جوج ديال الناس اخرين والسي الحسن. منين شكون هاد الناس هادو؟ والفقيه انكر لهم هنا قال لهم لا كذا. اللي مزيانه ان ديك الجندارم قالوا للسي الحسن فين كتسكن، مشى ديك البيت اللي عطاو له ديك الناس الدوار اللي كينعس فيها، مشاو لتما بداو كيقلبوا. والدراما الكبيره هو ان يلقاو 4 ديال المليون، 4 ديال المليون.
واللي مزيان ان شخصوا الحالات ديك الفقيه، شدوا المعلومات ديالو ولا كارت ناسيونال ديالو، ولقاو هذا الفقيه اصلا ماشي فقيه اصلا، ما فقيه ما حتى حاجه غير النصب والاحتيال. هاد السيد هذا كان ضرب واحد 12 سنه ديال الحبس، ومني خرج للحبس جا لديك الدوار خدعهم قال لهم انا فقيه كذا وهادي، تيقوه وحتى شي حاجه ما تجبدات عليه حتى هاد الواقعه اللي وقعت. فهنا قالوا له اجي انت خرجتي من الحبس ديريكت جيتي لهنا شارتي وجمعتي 4 المليون، وهاد الخلصه اللي كتخلص ما غتجمع لكش 4 المليون بهاد المده هادي. قال لهم لا حقا انا خرجت من الحبس ومشيت شديت واحد الفيرما هذه هي اللي جمعت فيها هاد الفلوس هادو كاملين. قالوا له يلاه معنا ورينا هاد الفيرما هادي فين كاينه. مهم يا خوتي الفقيه بدا كيخرج ويدخل في الهضره، مهم تخربق هنا فين غادي يثبتوه وغادي يزمتوه، تشدوا له البيبان كاملين للسي الفقيه. قال لهم اودي راه انا مول الفعله، راه انا اللي درت هاد الشيء هذا. قال له راه معايا جوج صحابي اللي كانوا معايا في الحبس، يعني راه قبل ما نخرجوا من الحبس راه كنا عارفين السي الحسن مدور الحركه، عنده البهايم عنده الكسيبه. قال له راه كنا كنخططوا له من الحبس ملي خرجنا باللي غادي نخططوا له لهذا الشيء هذا، حيت القضيه سهله، السي الحسن ساهل باللي غادي نخدعوه وغادي نديو له كلشي. فهنا طبيعه الحال الفقيه عاود لهم الحقيقه، عاود لهم كلشي. هنا غادي يحكموه بالمؤبد هو وديك الناس وديك المجرمين كاملين. فإلا كانت القصه عجبتكم اخوتي، الا كنتو عجبكم هذا المحتوى هذا، ما تنساوناش انكم ديروا شي تخربيشات تما، خليونا لايك وخليونا البارطاج وشي كومونتير زوين. والا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو ما تنساش تخلينا اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.